السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سكينة الغالمي. اليوم غادي نشارك معكم كنافة بالكريمة اللي كتجي رائعة لا في المذاق ولا في الشكل. بالنسبة للمكون الرئيسي ديال هذه الوصفة هي الكنافة. بالنسبة للكمية كتبقى اختيارية. غادي ناخذ كمية ديال الكنافة وغادي نطحنها في الهاشوار. غادي نطحنها مزيان. من بعد ما طحنت الكنافه كيصبح الشكل ديالها بحال هكا. غادي نضيف ليها الزبده اللي ذوبتها. غادي نحاول نلبس الكنافه ديالنا بالزبده، والا احتاجيت كميه باقي غادي نضيفها. نضيف الزبده ولا غادي نضيف كذلك الزيت. غادي نضيف ملعقه كبيره ديال سكر كلاصي. بالنسبه للمول انا احتاجيت هذا المول اللي كيكون دائري وكيتحل من الجوانب. دهنته بكميه ديال الزيت وغادي نضيف فيه كميه ديال الكنافه. بالنسبه للطبقه الاولى ديال الكنافه كتكون شويه يعني كتير على الطبقه اللي كتكون في الفوق. غادي نضغط على الكنافه مزيان ونحاول نطلعها من الجوانب، وغادي ندوزو باش نحضروا الكريمه. بالنسبه للكريمه كنحتاج 2 كيسان ديال الحليب. غنضيف لهم سكر بنكهه البرتقال. غادي نضيف كذلك 2 معالق ديال السكر سنيده، و2 معالق ديال النشا. بالنسبه للسكر سنيده كيبقى يعني الكميه اختياريه، لكن نتو بغيتوها تكون حلوه بزاف. بالنسبه ل2 معالق راه كافيين. غادي نخلط المكونات ونوضعهم فوق النار حتى كيعقد عندنا الخليط. وكيكون هو باقي سخون غادي نضيف ليه علبه ديال الجبن طري. نخلطوا الكريمه ديالنا. غادي نوضع الكريمه فوق الطبقه ديال الكنافه وهي مازال سخونه. غادي نخليوها تقريبا واحد 3 ديال الدقائق 4 ديال الدقائق حتى كتبرد شويه وكتماسك القوام ديالها. وغادي نضيف ليها الطبقه ديال الكنافه. كنضيفوا كنافه من الفوق وكنحاولوا اننا نضغطوا عليها يعني غير بشويه حتى كيصبح عندنا يعني الشكل ديالها مستوي. في هذه الاثناء درت الفران كيسخن يعني من الفوق ومن التحت. من بعد فاش غادي نكمل الطبقه ديال الكنافه غادي نضيف ليها واحد الكميه اللي بقات ليا من الزيت والزبده اللي ذوبتهم وندخلوها الفران. من بعد ما خرجت الكنافه من الفران وهي سخونه غادي نسقيها بالسيرو اللي احتاجيت فيه كاس ديال الماء و2 كيسان ديال السكر سنيده. ونخليو الكنافه ديالنا تبرد شويه باش يتماسك عندنا الكريمه. وبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، ممكن نزينوها باي حاجه.
انا زينتها بالكوك وباللوز افيلي. كما كتلاحظوا معايا الشكل راه كيجي رائع، وكنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، راه كتجي رائعه لا في المذاق ولا في الشكل.